السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم راس العجة أو راس برجر الخضروات. هو فيه تفاصيل كتير، وأتمنى انتوا تشوفوا الفيديو من أوله لغاية الآخر خالص عشان تعرفوا التفاصيل وتعرفوا إن هو فعلا مغذي، وأولادنا يستحقوا إن احنا نتعب عشانهم. هو معمول من المكون الأساسي الكرنبيت. ولو أول مرة تشوفوني، أنا أمل بحب المطبخ، عملت قناة للطبخ والحلويات. متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، ويلا بينا على الطريقة. يبقى اللي قطعته صغير بالطريقه دي كده، بالحجم ده كده، وفي كده بالحجم ده، رحت غسلاه ونقعته في شويه ميه على اساس ان لو في تراب ولا كده ينزل، وحطيته غليت ميه وحطيته في دلوقتي، سقطته في الميه المغليه. واحط ملح، انا قطعته صغير على اساس ان يستوي بسرعه، انا مش عايزاه حجمه كبير. وهحط كمون، معلقه كمون، وهقلب كده الملح والكمون. يعني انا عايزاه اعمله عجه، هسيبه يستوي قوي. لكن انا هنا جبت صينيه هحط فيها معلقتين زيت، انا مسخناها. عندي هنا بصلتين مخرطاهم، هحطهم كده، وهسيبها تتشوح. على فكره الطريقه دي حلوه قوي، يعني اي حد عنده عيال مش بيحب الكرنبيت يعملها بالطريقه دي، ومش هيبان خالص ان هو كرنبيت. وغير كده في ناس بتحب تعمل العجة اللي هي بالبيض والدقيق بنفس الطريقة كده. يعني انا بصراحة بفضل ان انا اسوي البصل واسوي الخضار عشان ما يقرمش معايا. لكن اللي عايز يعملها ني في ني، انصحه انه يجرب الطريقة دي، عشان الطريقة دي فعلا هي اللي بتبقى حلوة، ومش باين خالص فيها قرمشة البصل ولا اي طعم حاجة. دي بس يدبل. دي كرنبيت اهو، يعني يعتبر مهري مش مسلوق بس. بصوا بيدوب ازاي. وطلعته وصفيته، حطيته في المصفى ومصفياه، سايباه يتصفي الميه بتاعته خالص. عندي هنا نص راس توم، هفضيها كده، وبرده عايزاه انه يدبل، مش عايزاه يتهرى، يبقى مع البصل ياخدوا كده مع بعض وياخدوا الطعم بتاع بعض. هنا قرنين فلفل مخرطاهم برده صغير، قلب ياخد. يا جماعه والله اعتمدوها، طعمها حلو قوي. حاجه بقى هنضيفها طماطم، يعني كل ده كده. حتى لو اللي بيحب الكرنبيت هيبقى حاجه مفيده ومغذيه، انه فعلا هو مغذي وفيه فوائد كتير قوي، مضاد للاكسده واضح ان فيه قرن فلفل حامي، الريحه بتاعته طالعه قوي. هنفضل كده تاخد وتدي مع بعضها. يبقى كده احنا عملنا البصل مع الثوم مع الفلفل، كل ده قطع صغيره مع الطماطم عشان الكرنبيت. وعندي هنا مكعبين مرق الدجاج هضيفهم كده برضو، وهقلب. هضيف بقى البهارات بتاعتي. هنا فلفل اسمر معلقه، بس اكتر الكمون شويه عشان الكرنبيت بيبقى طعمه حلو قوي لما نحط كمون. طبعا اخر حاجه الملح، ونعمل حسابنا ان احنا حاطين مرق الدجاج. اخر حاجه هنضيفها كوبايه خضره رفيع قوي، يعني كزبره على بقدونس على شبت. انا كده هطفي واقلب بقى الكرنبيت قطعه قطعه. طبعا اللي عندها كبه تعمل كده، اللي ما عندهاش كبه تعمل زيي. بصوا هنهرسه حلو قوي، يعني نفضلنا كده، هيبقى برضو مش صعب، لان انا هرياه في السلق اهو. هرسته جامد قوي، وبرضو عشان ايه احسه بايديا كده، اعمل كده
لو عايز تتهرس ههرسها بايدي عادي مش مشكله، بس كويس ان هي الكرنبيت مهروس خالص. وادخلهم في بعض كده. بس والله العظيم يعني مش باين خالص ان هو كرنبيت، مع انه عادي انا بحب الكرنبيت بصراحه، ان هو فعلا مغذي. بصوا الالوان بتاعت العجه، الالوان تحفه. كده ضفت اهو الكرنبيت. طبعا انا عندي خطوه هعملها، عندي هنا كوبايتين دقيق هضيف نصهم كده وهقلب برضو. عندي هنا معلقه بيكنج باودر هضيفها. طبعا اللي احنا الحاجات اللي احنا حطيناها اللي هي الفلفل الاسمر والكمون والملح وكده، طبعا الطعم اكيد قل شويه من لما ضفنا الكرنبيت. عندي هنا برضو معلقه فلفل، معلقه كمون، معلقه ملح، ومعلقه نص معلقه بابريكا هضيفهم كده. وهقلب بقى كله واشوف لو محتاجه دقيق ولا محتاجه ملح ولا محتاجه حاجه. هقلبها كلها. اهي العجه هنحط على وشها زبده او زيت، معلقتين زيت او معلقتين، وندخلهم الفرن. ندخلها الفرن هتقعد نص ساعه على الشبكه. اللي عايزها قراص زي ما انا هعمل هوريكم بتتعمل ازاي. انا عملتها حطيتها من غير كفر حلوه خالص، فانا رحت قلت ايه طب اجرب اعملها دقيقه على نشا. هاخد شويه وابططهم بايدي كده كده، بس تكون صغيره، حته صغيره، واحطها كده في الكفر اللي هو الدقيق والنشا كده، يا دوبك بس ابدرها بس. يعني ايه بحطها كده بالطريقه دي. وهكمل بقى كل بالمنظر ده. اهي بصوا انا بعرف اقلبها ما بتلزقش، غير ان انا من غير لما احط لها كفر لازم يبقى عليها نعرف نشيلها يعني. بصي بيتقلب بسهوله قوي. بصوا انا ولادي بيقولوا لي نسميه برجر الخضروات، هو فعلا اكنه برجر. طعمه حلو قوي والله العظيم، هيعجبكم جدا وتغيير وبصوا ما خدش زيت كتير، غير الطعم الرائع. بقى نعرف نقلبه ونعرف ان احنا نطلع البرجر. انا فعلا هو برجر مش يعني العجه ان احنا نحطها الصينيه كلها في الفرن بالطريقه اللي انا عملتها دي. لكن راس كده ممكن راس عجه او برجر يعني. بصوا لونها حلو قوي، لونها والله العظيم تحفه. وبصوا يعني بصوا لما بقلبها بصوا مستويه ازاي من على الجنبين. دي احسن طريقه هي لاي اي شكل مدور مطاول. خلصت قراص العجه او البرجر، والله طعمه حلو قوي، وهو فعلا يعني فيه تفاصيل كتير، بس اهم حاجه ان احنا نجربه ونشوفه، وان احنا نبتكر عشان خاطر اولادنا، وخصوصا ان هم مش بيحبوا الكرنبيت. الطريقه دي فعلا هيحبوه ومش هيحسوا بطعمه خالص. واتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير. باي باي.